الحضور الكريم والشكر لكم كاملين، وتقدر تعود كاع بلا جميل. اسمحوا لي راني نتكلم فيكم بالحسانيه. تقدر تعود بلا جميل لان الابن البار من واجب الابن على ابيه وعلى امه ان يكون بارا. وانتم كلكم ابناء وبنات هذا الوطن البرره والبارات، فلهذا ماني لا نشكركم على انكم جيتوا للتظاهره اللي هي بها نقولوا احنا بالحسانيه حجت بلا جميل. يا غير بعد شكرا لكم على مقاسمتكم لنا فرحتنا بهذا اللي يشير الخلاقه اليوم، هذا اللي يشير الخلاقه اللي هو يعني الفرع الجهوي اللي خلق اليوم وحضرتوا لاسمه، يجعل مبارك علينا وعليكم ان شاء الله. السيدة الرئيسة بديعة الراضي والمقدمة اللي كاع ما نشكرها بها اللي هي من بنات الوطن، يا غير ألحت بإصرار على أول فرع له يفعل من بعد يعني رحمة عزيزة يحضر الله يرحمها، هو فرع اليوم الساقية الحمراء، ونشكرها على ذلك الاهتمام. وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على أن يعني احنا كمغاربة عندنا مجموعة من التحديات اللي يعيشها بلدنا، وهذا كيف الناس كاملة. يا غير هذه الأقاليم الجهات الثلاث عندنا تحدي كبير اللي نختاروا نفعلوا فيه جميع الطاقات، ونختاروا نكافئوا فيه جهودنا، ولنعمل وليرى الله عملنا ورسوله والمؤمنين. نعمل باش نفتحوا على مدنا الإفريقي وعلى مدنا الأوروبي العالمي ككله من خلال الثقافة، لأن وقع الكلمة في إطار يعني الحروب يكون أشد وطئا من قذيفة المدفعية أو البارجة أو الطائرة. فلهذا إذا حاورنا مدنا الإفريقي من خلال نساء وطنيات مثقفات يتقاسمن الأفكار ويعطينا نبذة تاريخية عن واقع المغرب، وسأتكلم في الشق السياسي لأنه نحن هنا هي رابطة كاتبات المغرب صرح ثقافي، ولكنها ستتحمل المسؤولية في الدفاع عن القضية الأولى بالحجة والبرهان، يعني الرجوع إلى التاريخ، لأن التاريخ ورقة تطوى لكن غير قابلة للتقطيع ولا للحرق. فلهذا هذه الرابطة نتمنى لها أن تسمع صوت المغرب في حقه وفي هذا النزاع المفتعل المفروض عليه، وتفسر لأخواتنا والله زاد بنات قارتنا الإفريقيات، ذاك كان يسوق لهم كامل من الكذيب الماء وخالد يفند بالحجة والبرهان. احنا الصمنا له نرتازقوا ولا له نطلبوا ولا له نقولوا عنا ضعيفات، حناتي بنات بلد ضارب في عمق التاريخ، وبلد عنده الشرعية، وبلد أبناء هذه الأقاليم الجنوبية سطروا تاريخه وسطروا انتمائهم مجموعة من المحطات أيام جدودنا بأنهم يعني في أعناقهم بيعة، وإحنا ما نكذبوا. ذاك صار يسوق لهم من الأكاذيب ويرتدوا طبل به، إحنا ما لنا راقصين عليه. لا اللي يبقى يشدح خيمته ويشبح فيها طبل ويرقص
لا يعود رقص له الحريثه. حنا لصاه الحريثه ما لنا راقصين، لا نرقصوا شيء واقعي، ولا نعطوا سرد تاريخي ونعطوا ادله ونعطوا براهين ونعطوا ياسر من شيء كان مسكوت عنه، لانه اذا تلاقحت الافكار وجد الصواب، واذا تحاورت الادمغه يكون هنالك شيء يقد يوصلنا له. يا غير منين يعود تفيتي تورط الماء ودال على شيء احنا ما غاديين فيه. المهم على اني انا شخصيا اتشرف يعني اني اوكل لي في اطار مهمتي في اللجنه التنفيذيه لاقاليم الجهات الثلاث من وادنون الى القرقرات. هذو الاقاليم اللي قيل فيهم من الشعر ومن النثر، وللاسف الشديد لم يوثق. قد حد عارفه الناس، قد عود حد الناس منها تطلع عليه يا غير يواجع خالد اللي ما اطلع عليه. احنا ثقافتنا يعني ولهجتنا الحسانيه الحمد لله، وجزا الله عنا صاحب الجلاله في دستور 2011 دسترت هذه يعني اللهجه، ولكنها لا زالت على الرفوف ولم تفعل. ومن هذا المنبر وفي هذا الجمع وباسم رابطة كاتبات المغرب أنادي بنفض الغبار وتفعيل اللهجة الحسانية والقراءة في مضامين ما كتب فيها، لأنها حقيقة جديرة بذلك. وأتمنى من الله أن نكون دائما كما رفعنا علمنا خفاقا البارحة على يد أبنائنا البررة الرياضيين، أن نرفع الأعلام والأعلام وكل في إطار تخصصه لهذا البلد الذي يستحق منا أننا نضحي بأرواحنا وبدمائنا وبكل ما نملك له، لأنه جدير بأن يضحى من أجله. وشكرا لكم واستسمحوا لي.